فيلمنا بيبدأ مع مجرم مقنع بيهجم على أتوبيس مدرسة وبيقتل السواق بتاعه وبيدخل يدور على طالبة اسمها سمر عشان يخطفها قدام كل الطلبة. ومن ضمن الطلبة بيكون في واحد اسمه نيل معجب جدا بسمر، فبيقرر انه يحاول يتصرف ويطارد عربية الخاطف بعد خطفه ليها، وبيجري ورا عربية الخاطف وبيطلب من صاحبه انه يجيب له بيبسي ونعناع فورا عشان يستخدمهم كسلاح. وبيطلع على سقف الأتوبيس عشان ينط على عربية المجرم، وبعد ما بيحط النعناع في البيبسي وبيفوره في وشه تتقلب العربية بتاعته وبيخرج نيل منها وهو شايل سمر حبيبته وبيكون بطل قدامها. بيطلع كل اللي حصل ده قصة مصورة نيل هو اللي رسمها، لأنه مش قادر ينفذها على الحقيقة لأنه جبان وخواف وما بيقدرش يتكلم مع سمر أصلا. وبيلاقي إن والدته بتنادي عليه هو وأخته عشان يفطروا سوا، ما بيقعدوش 5 ثواني بس على طابلسة الفطار وبيتحركوا على المدرسة وبيجروا على باص المدرسة عشان يلحقوه بالعافية. وبيوصل المدرسة وبيكون شخصية مش معروفة ولا يعرفوا حد في المدرسة إلا ناس قليلين، وبيشوف نيل سمر واقفة قدامه بينبهر بجمالها كالعادة، وبيروح على الفصل بتاعه وبيتمنى انه يخلص دراسة عشان يخلص من الحالة المملة دي. فبيقول له جيلبرت صاحبه انه كان ممكن يتمنى زمان الأمنية دي وكانت هتتحقق لمدة 24 ساعة بس زي ما حصل مع ناس كتير، ويبقى يقرأ عن الموضوع ده في جوجل عشان يعرف معلومات عنه أكتر. وبيسمع سمر وهي بتتكلم مع أصحابها عن حفلة عيد ميلادها وبتديهم الدعوة بتاعت حفلتها، وبيتمنى انه يروح الحفلة وبيفضل يرسم شكل الدعوة بتاعته على الجهاز بتاعه. وبتجيله أخته جاكلين وبتقوله ان هي كمان خدت دعوة للحفلة ولازم يحاول يتكلم مع سمر بطريقة مباشرة بدل ما هو عمال يراقبها بس، ومفيش حاجة وحشة هتحصل لو جرب. وبيقوم جيلبرت معاه عشان يشجعه، لكن اول ما نيل بيقرب من سمر وقبل ما ينطق بكلمة ما بيقدرش يسيطر على بطنه وبيبهدل الدنيا كلها، وبتكون كل المدرسة شايفين اللي حصل. وبيندم نيل انه سمع كلام اخته وبيروح بيته مكتئب وبيرسم فارس الاحلام اللي كان بيتمنى يبقى شكله. فبيجيله جيلبرت عشان يلعبوا سوا وبيهون عليه شوية، وبيفضلوا يلعبوا لعبة الرقص اللي هم محترفين فيها جدا. وبيقوله جيلبرت انه لازم يستعيد ثقته بنفسه ويحاول مرة تانية مع سمر يمكن ينجح. وبيقوله نيل انه بيفكر ما يقربش اصلا منها تاني، وبيفضلوا يرقصوا شوية وبيطلعوا على سطح البيت عشان يدردشوا. وبيقوله جيلبرت انه يبقى يجرب يتمنى امنية عند الساعة 11 و11 دقيقة بالظبط زي الاسطورة بتقول، يمكن فعلا امنيته تتحقق. وبيروح جيلبرت بيته وبينام نيل وجنبه جهازه اللي بيرسم عليه، وجهازه بينور عند الساعة 11 و11 دقيقة بالظبط. وبيجي تاني يوم وبيقوم نيل من النوم وبيلبس هدومه بسرعة عشان يلحق الباص، وبيروح لجيلبرت وبيقوله انه معرفش ينام كويس من امبارح. فبيسيبه جيلبرت وبيمشي كأنه ما يعرفوش، وبيستغرب من طريقة جيلبرت معاه وبيروح وراه. واول ما بيعدي قدام مراية بيفضل واقف قدامها لانه شايف انه بقى شخص تاني مش نفس شكله، والشخص ده شبه الشخصية اللي رسمها بالظبط. وبيلاقي بسبب مظهره الجديد اي حد في المدرسة بيبقى بيسلم عليه، وبيفهم ان امنيته اتحققت وان شكله اللي الناس شايفاه دلوقتي اجمل بكتير. وبيقضي اول يوم في المدرسة بشكل جديد، وبيكون كل الطلبة حابين يتكلموا معاه ويسلموا عليه. وفي نهاية اليوم بيروح لجيلبرت عشان يحكي له اللي حصل، لكنه ما بيصدقهوش لحد لما نيل بيحكي له كل الحوار اللي دار ما بينهم امبارح بالليل، وبيقوله انه يسأله عن اي حاجة. فبيسأله جيلبرت وبيرد نيل على كل الاسئلة صح لحد لما بيطلب منه انه يرسمه زي ما جاك رسم روز في فيلم تايتانيك. بيرسم نيل صاحبه جيلبرت وبيقارن شكل نيل الجديد بالشخصية اللي هو رسمها، وبيصدق قصته اخيرا. وبتقول له اخته انها هتداري عليه في البيت عشان اهلهم ما ياخدوش بالهم من اختفائهم، لانه مستحيل يرجع بيته وهو شكله مختلف. وبيبدأ جيلبرت انه يهيئ نيل لشخصيته الجديدة، وبيقوله انه هيناديله باسم جديد قدام الناس، وبيعمل له اكونت على الانستجرام عشان يتشهر. وبيروحوا سوا عشان يشتروا هدوم جديدة كالعادة. واول ما بيقابل نيل سمر ما بيقدرش يتكلم وبيفضل يلخبط في الكلام لحد لما بيقدم لها نفسه على انه قيس، وبيتكلموا سوا وبيطلب منها دعوة لعيد ميلادها لانه سمع من جيلبرت انها هتبقى حفلة جميلة وبيتمنى يحضرها. وبتديله دعوة وبتروح تركب مع تشات صاحبها في العربية بتاعته. وبيفرح نيل وجيلبرت اخيرا انهم هيروحوا الحفلة وبيرقصوا في الشارع من فرحتهم. بعدها جيلبرت بيقوله ان جه وقت الخطوة التانية في خطتهم، وان ازاي قيس هيجذب انتباه سمر بشخصيته الجديدة. وبيكون نيل فقد الثقة تماما في نفسه وعارف انه مستحيل يهزم تشات لانه اجمل واحسن منه، ده غير العربية اللي هو راكبها. فبيقوله جيلبرت
انه يحل مشكلة العربية دي، وبيروحوا على جيمي جارهم اللي بيكونوا مراقبينه من فترة وعارفين انه بيسوق احسن العربيات الموجودة، وبيطلبوا منه انه يركبوا عربية البورش وبيوريهم سرعتها. ولما العربية بتقف مرة واحدة بيترمي نيل على العربية، وبعدها بيتحركوا كلهم على بيت جيمي عشان يعرف منهم هيقدروا يدفعوا كام. فبيقول له جيلبرت ان كل اللي معاهم $70 بس ومحتاجين العربية عشان يروحوا حفلة، فبيوافق انه يديهم العربية بشرط انه بيروح معاهم، وبيوافقوا في سبيل العربية. فبيتفقوا انهم يتقابلوا على الساعة 7 وبيكونوا موجودين في البنزينة اللي هيتقابلوا فيها، وبيبقوا قلقانين ليكون جيمي ضحك عليهم ومش هيجي في الاخر، لحد لما بيلاقوا جيمي داخل بسلاح في ماركة البنزينة وبيسرق فلوس الكاشير، وبيطلب منهم يساعدوه فورا، وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، لحد لما الموظف بيطلع بندقية وبيضرب بيها عليهم، وبيهرب بالعربية هو وجيلبرت. لكن جيلبرت ما بيرضاش يسيب صاحبه وراه، وبياخده معاه عشان يبعدوا فورا عن المكان. واول لما بيركنوا العربية بيتخانق نيل معاهم هما الاتنين على اللي حصل، وانه ما كانش يتمنى انه يتعرض لاطلاق نار اصلا، واللي بيحصل ده جنان. وبيتخانق مع جيلبرت وبيسيبه وبيمشي، وبيقرر يروح الحفلة لوحده، وبيتصل بجاكلين اخته عشان يعرف اخبار الحفلة. فبتقوله ان تشاد جاب هدية لسمر ولازم هو كمان يجيب لها هدية، فبيدخل محل عشان يشتري شوكولاتة منه لانه عارف ان سمر بتحبها. لكن بيلاقي شرطي بيدور عليه هو وجيلبرت بسبب الكاميرات اللي صورت عملية السرقة، فبيحاولوا يهربوا من المحل، وبيلاقوا ان في حرامي تاني موجود عشان يسرق المكان، وبياخد الحرامي رهينه عشان يخرج من المكان لحد لما نيل بيضربه وبيهرب. وبيكون جيلبرت وجيمي راحوا حفلة تانية لشخصيات مهمة، وبيفضل جيلبرت مستمتع بوقته لحد لما جيمي بياخد باله ان في ناس بتروح ناحية مكان معين، وان المكان ده والخزنة بتاعت الملهى يقدر يدخله، وبيهدد الامن اللي بيلاقيه وبيسلمه كل الفلوس اللي قدامه. ولكن قبل ما بيتكلم وبيجي واحد من وراه وبيضربه وبيقبض عليه هو وجيلبرت، وبيقعدوا قدام الرئيسة وبتقول لهم انها طول حياتها ماسكة المنطقة وبتبيع فيها مخدرات ومحدش فكر يسرقها، مش بعد كل السنين دي 2 زيهم هيقدروا يسرقوها. فبيقول لها ممكن يساعدها بدل ما تموته هو كمان، وممكن يشتغل معاها كمان اول ما يخلص المدرسة. فبتتضايق ان في طفل في المدرسة قدر يدخل حفلتها، وان ده مخالف للقوانين وممكن تتحبس بسببها، وبتطردهم بره المكان بعد ما بتاخد من جيمي العربية بتاعته. لكنه بيرفض انه يشتروا عربيته، وبيقدر يوصل لها وبيسرقها تاني. وبيروحوا بيت جيمي عشان يغيروا هدومهم، وبيرجعوا على حفلة سمر اللي فيها نيل بشخصية قيس، وبيكون تشاد بيرقص في الحفلة وكله بيبص عليه. وبعدها بيروح قيس وبيقول لها ان الدور عليه عشان يرقص، بس جيلبرت بيتدخل وبيقف جنب قيس وبيطلب منه يرقص سوا، وبيتأسف له على اللي حصل. وبيبدأوا الرقصة اللي متعودين عليها من اللعبة بتاعتهم، وبتكون كل الحفلة باصة عليهم مبسوطين، وبتكون دي اول مرة ليهم بيلاقوا الاهتمام ده كله من زمانهم في المدرسة. وبعدها بيلاقي جيلبرت البنت اللي هو معجب بيها، وجت بنفسها عشان تتكلم معاه، وبتقول له انها ما كانتش تعرف انه بيرقص حلو قوي كده. فبيقول لها ان في حاجات كتير هي ما تعرفهاش عنه، بس هو يحب يعرفها لو تسمح له. وبيفضلوا واقفين سوا وبيتكلموا، وبيكون قيس مراقب سمر من بعيد ومكسوف انه يتكلم معاها، وبيطلب منها انها ترقص معاه، وبتاخد بالها انه باصص لها، وبتروح له عشان تقول له ان رقصه كان جميل وهو السبب ان حفلتها بقت اجمل، وبتطلب منه انه يرقص معاها. فبيستأذنها دقيقة عشان يجري على الحمام عشان يحاول المرة دي يسيطر على اعصابه وما يحصلش زي اول مرة. لكن تشاد بيكون مراقبه وشايف انه بيحاول يسرق سمر منه، فبيزق كبنت الحمام وبيوقعه في حمام السباحة. واول ما قيس بيطلع من الحمام السباحة بيكون عارف ان تشاد هو اللي وقع الكابينة في المية، فبيرميه هو كمان في حمام السباحة. فبتزعل سمر ان قيس بوظ الحفلة بتاعتها، لكن بتظهر الشرطة وهي بتدور على عربية البورش وسواقه وهو حرامي البنزينة، وبتفتكر كل الحفلة ان الشرطة دي ليهم، وبتبوظ الحفلة والكل بيهرب منها. وبيقرر جيمي انهم لازم يخرجوا من الازمة دي بأي شكل، وبيجري ناحية المحل اللي سرقه وبيدخل فيه بالعربية، وبيضرب نفسه برصاص في كتفه عشان يخرجوا من المصيبة اللي هم فيها. وبتكون الساعة جت 11:11 دقيقة بالظبط، وبيرجع نيل لشكله الطبيعي لكن من غير ما ياخد باله. بيكون ماشي مع جاكلين اخته وبتقوله انه نسي يدي سمر الهدية بتاعتها، فبتبصله وبتقوله انه لازم يرجع يديها لها دلوقتي لان مفيش فرصة تانية هتبقى قدامه غير النهاردة. وبيروح نيل وبيعرض على سمر انه ينظف معاها البيت، لكنها بترفض مساعدته. فبيطلع لها الشوكولاتة وبيقول لها انه جايب لها شوكولاتة اللي هي بتحبها لانه متابعها على الانستجرام وعارف ان هي بتحب الشوكولاتة دي. فبتشكره وبتقعد تاكلها معاه وبتناديله باسم نيل، وبيستغرب كمان ان هي قاعدة معاه وهو نيل. وبيفضلوا يتكلموا كتير سوا لحد لما بيعرض عليها انهم يتعشوا سوا. وبيروح مطعم والده وبيطلب لها اكل، وبتقوله انها عارفة انه بيرسم كويس ونفسها تشوف الرسومات، فبيرفض فورا. وبيستغرب انها عارفة اي حاجة عنه اصلا. وبتقوله سمر ان بقالها سنين في المدرسة وخدت بالها كتير من انسجامه في الرسم، وكانت بتفضل تبصله وهو فاصل نفسه عن العالم
العالم كله وبيرسم في جهازه، وبتوعده انها مش هتقول لحد عن رسوماته، فبيطلع لها الجهاز وبيديها لها، وبتتفرج على كل الرسومات اللي هو رسمها والرسومات اللي هو خلاها بطل فيها، وكل القصص بتاعته بتقول انها معجبة جدا برسوماته وبيه هو شخصيا. واخيرا بيقدر نيل يقول لها ان هو كمان معجب بيها، وبتكون عقدة لسانه اتفكت وارتبط اخيرا بسمر حب حياته. لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي.